اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لكم الار اكس 570 من شركه جيجا بايت. ام لايك سبسكرايب ويلا بينا. اول حاجه هبدا معاكم فيها وهي مواصفات الكارت. اول حاجه الكارت دي دي ار 5 4 جيجا. الذاكره بتاعته 256 بت. سرعه النواه بتاعته 1255 ميجا هرتز. نظام التبريد فيه من ويند فورس 2 اكس مروحتين مقاسهم 90. والباور سبلاي المطلوب أقل حاجة 450 واط. أداؤه في الألعاب كويس جدا، ممكن يشغل ألعاب 1080، لكن الألعاب الأحدث ممكن يشغلها على جودة أقل. سيبك بقى من المواصفات بتاعته، تعالى أقول لك على مميزاته. من مميزاته إن هو بيشغل كل الألعاب الحديثة على هاي فيري هارد. تاني ميزة فيه إن سعره حنين جدا مقارنة بالأسعار. الكروت دلوقتي أسعارها بقت خرافية. نظام التبريد فيه قوي جدا، مروحتين بيبردوه ويخلوه تلجائي. الميزة الأخيرة اللي فيه وهو إنه متوافق مع كل الشاشات لأنه فيه مداخل كتير. تعالى بقى أقول لك على عيوبه إن هو بيسحب كهربا كتير. العيب اللي بعد كده إن لو تبريد الكيسة مش حلو فالكارت ده هيسخن منه. العيب اللي بعد كده إن الكارت ده قديم شوية، ممكن في الألعاب بتاع 2025 يبقى الأداء بتاعه مش قد كده. آخر عيب معانا وهو مفهوش عملية تتبع ال RI ريسي. الخلاصة كده لو ميزانيتك محدودة وعايز تشغل الألعاب على 1080 وبكفاءة وسعر مش غالي، فالار اكس مناسب جدا ليك وهو اختيار مناسب جدا. لكن خليك عارف ان هو قديم شوية، وخلي بالك لازم يبقى عندك باور سبلاي محترم وتهوية كويسة في الكيس. لو حابب اكلمك عن كروت تانية يا ريت تقولي في كومنت تحت. انا كده وصلت لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.